اوعي تكوني لسه بتشتريه بنص كيلو صدور فراخ بس هتعمليه ويطلع عندك احلى ستريبس مقرمش وكريسبي وطعمه خطير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. تعالوا بينا نشوف عملنا الاستريبس الحلو ده ازاي وطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ازاي. كل اللي هتحتاجيه في الوصفه ده نص كيلو صدور فراخ. هنجيب صدور فراخ كامله على بعضها وهنقطعها بالطول، ما تقطعهاش رفيع ولا تخين قوي، خليها وسط عشان تستوي معاكي كويس في الزيت. بعد كده الاول قبل ما نعمل اي تتبيله لازم نغسلها غسله كويسه قوي. هنحط معلقتين ملح كبار ومعلقه جنزبيل وليمون والعلم اللي الجنزبيل كويس حلو قوي 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 لغسيل الفراخ. وبعد كده هتغسليه كويس تحت الميه وتسيبها تتصفى كويس جدا جدا. وبعد كده تروحي جايبه نص كوبايه دقيق، هتحطي عليهم توابل زعتر بابريكا بصل بودر وملح معلقه بيكنج باودر كبيره. ومفروض انا غلطت هنا حطيت التوابل، لا المفروض بتقلبيها كلها وبعد كده بتاخدي منها التلات ارباع وتسيبي الربع الباقي وهقولك هنعمل فيه ايه دلوقتي. بس كده تحطيها على الدقيق وهتروحي حاطه كوبايه زبادي وعليهم معلقتين كبار كاتشب او ممكن هوت صوص اللي متاح عندك. احنا بنعمل باي حاجه متاحه عندنا وهيدي طعم جميل قوي برضو. وهتجيبي كوبايه ميه معاكي، هتفضلي تقلبي، هتحطي حبه حبه في الدقيق لغايه ما تحسي ان انت وصلتي لقوام الكيكه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. علشان خاطر يعني لما تيجي تحطي فيه صدور الفراخ او الاستريبس ما يبقاش تقيل معاكي بزياده وما يبقاش خفيف ما يمسكش في الصدور. لا انت لازم تخليه ايه قوامه مظبوط، مش تقيل ولا خفيف، لغايه ما وصلت معاكي بالقوام ده كده. وبعد كده هتروحي حاطه صدور الفراخ وهتركنيها مثلا ساعتين. ممكن تعمليها على طول بس الاحسن ان انت مثلا تسيبيها شويه في التتبيله عشان تاخد من طعم التتبيله بس. وبعد كده هتروحي جايبه معاكي نص كوبايه دقيق وعليهم ربع كوبايه نشا، وهتروحي حاطه عليهم بقيه التوابل اللي احنا كنا راكنينها على جنب، وتروحي مقلباهم كويس في بعض. وتروحي جايبه الصدور اللي اتبلت هتروحي حطوها في الدقيق بس يعني حاجه مهمه جدا، ما تبططيهاش في الدقيق، لا انت هتفضلي زي اكنك بتنفضيها عشان تعمل القشور اللي انت بتشوفيها بره. على فكره هيطلع معاكي حلو جدا والله، لو بعد ما هتعمليه مش هتحتاجي تجيبيه من بره تاني ابدا. زي ما انت شايفه كده هتفضلي زي يعني ايه بتقلبي فيه، مش بتبططيه في الدقيق خالص لا، وهيطلع هش وجميل قوي معاكي. وهيبقى برضو في تركايه تانية هتخليه يفضل مقرمش معاكي لاخر واحده. وحتى لو بات معاكي، لو بقى منه جزء وبات معاكي برضو هتلاقيه مقرمش. هتجيبي بعد كده صينيه، هتجيبي حله وتحطي فيها زيت وتسخنيها، بس برضو ما تسخنيه، المفروض الزيت يتسخن كويس بس ما تعليش النار على الاخر علشان خاطر لا، تخلي النار وسط والزيت سخن، وما تنزليش بيه كله مره واحده لا عشان الزيت ما يبردش مره واحده، لا انزلي بجزء جزء كده مثلا بين كل واحده وواحده مثلا 3 4 ثواني. وتروحي ما تقلبوش غير لما تلاقيه تحسي اللي هو خد لون من الناحيه التانية وتسويه كويس. وما تطلعوش على ورق مناديل، لا لو طلعتيه على ورق مناديل هيطرى منك، لا طلعيه على مصفى وهتلاقيه زي ما انت شايفه كده مقرمش ومن جوه ابيض وجميل. وتاخدي بالك منه في السوا واحده واحده، ما تستعجليش علشان خاطر ما يستويش من بره ومن جوه ما يبقاش مستوي. ويبقى الف هنا. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، واول مره تشوفوني اشتركوا في